السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا موسم المانجا لازم ما نفوتهوش ونعمل مع بعض كنافة بالمانجا. طريقتها سهلة وبسيطة والنتيجة بتاعتها بتبقى حلوة وطعمها جميل جدا، وكلنا طبعا بنحب المانجا. عشان تتابعي كل تكاتي اشتركي في قناتي تكاتي في مطبخي، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان بإذن الله يوصلك إشعار بأي فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة مع بعض. اول حاجه هبدا احضرها معاكم السيرب او الشربات. معايا كوبايه سكر، حطيت عليها كوبايه ميه وعصره نص ليمونه، ومن غير ما اقلب خالص هرفعهم على النار لحد ما يغلوا معايا. هضيف فيها باكت الفانيليا ده وهطفي على طول. ودي كده الكنافه من بالليل كنت حطاها في الفريزر عشان يعني تتكسر معايا كده بسهوله. وبعد كده هبدا اخدها اكسرها معايا كده لقطع صغيره بايدي عادي جدا. عايزه تعمليها في الكبه مفيش اي مشكله، بس انا بعملها بايديا. وبعد كده خدت عليها حوالي 3 معالق سمن. هي بتاخد يعني كمية سمنة كبيرة شوية علشان تتحمر كويس جدا معاكي. وهنا خلاص كان السيرب غلى، حطيت عليه الفانيليا. وبالنسبة للكنافة طبعا بتحمريها على نار متوسطة وما تسيبهاش ابدا، بتفضلي تقلبي فيها لحد ما تتحمر وتوصل معاكي للشكل ده. هتجيبي بقى اي طبق، اي صينية، لو عايزة تعمليها في كبات كل واحد لوحده، او تعمليها مثلا في اطباق في كوبايات زي ما تحبي. انا هنا عملتها في الصينيه دي كده، حطيت الكنافه وسويتها في الصينيه وبعد كده ضفت عليها الشربات. هبدا ان انا اشربها كده منه كويس جدا. وبعد كده هجيب المانجا. دي من افضل انواع المانجا اللي تقدري تقطعي منها مكعبات، بتطلع معاكي كميه كويسه، وفي نفس الوقت بتبقى المكعبات كده ايه، يعني منتظمه كده وشكلها حلو. نوع المانجا دي اسمها نعومي. تمام كده. بصي بقى شكل المكعبات لما بتخرج معاكي بتبقى تحفة. كمان البذرة اللي فيها صغيرة جدا، رفيعة قوي، يعني هي فيها كمية مانجا كويسة. بالشكل ده كده قطعتها مكعبات بالشكل ده. وفي برضه طريقة تانية هوريها لكم دلوقتي. يبقى دي كده الطريقة الاولى اللي انا باخد منها شريحة كده وببدأ ان انا اقطعها مكعبات، وبعد كده بطلعها بالسكينة او ممكن بالمعلقة زي ما تحبي. ده كده خلاص الجزء اللي اتبقى معايا بقشره كده بالشكل ده، وبعد كده اخد برضو المانجا اللي فيه. بصوا بقى زي ما انتم ملاحظين كده نوع المانجا ده البذرة بتاعتها رفيعة جدا. ودي كده اول طريقة. تاني طريقة تقدري ان انتي تقشريها كده يعني زي البطاطس بالظبط. بتقشري طبعا طبقة رقيقة كده من القشرة بتاعتها، وبتبدأي ان انتي تقطعيها بالشكل ده كده وصوابع، وبعد كده تقطعيها مكعبات. دي كده طريقتين لتقطيع المانجا، تقدري ان انتي تستخدمي اللي تحبيه فيهم. ودي كده الكمية اللي خرجت معايا. بعد كده هبدأ احضر طبقة الكريمة. انا هنا معايا حوالي كوباية صغيرة كده من الكريم شانتيه. هبدأ احط عليها معلقة سكر، المفروض سكر بودر، بس طبعا انا مش هشغل المطحنة عشان معلقة سكر، فدوبتها في المية. يبقى كده معلقة سكر كبيرة على كوباية صغيرة من الكريم شانتيه على كوباية مية ساقعة. المية دي كانت ساقعة وحاطة فيها كمان مكعبين تلج لحد ما دابوا، فمية ساقعة جدا. وما تقلقيش السكر داب ومبقاش فيه حبيبات في الكريمه ولا اي حاجه خالص. يعني عايزه تستعملي سكر بودر تمام، عايزه تعمليها بالطريقه اللي انت تدوبيه في الميه برضو عادي جدا. وخفقته طبعا بالمضرب الكهرباء، وده كده بقى القوام اللي انا وصلت له. جبت طبقه الكنافه بعد ما حطيت عليها السيرب، بدات احط عليها الكريمه وافردها معايا كده كويس جدا. بعد كده هحط معايا مكعبات المانجا. طريقتها سهله جدا وبسيطه، وكنت عاملاها برضو معاكم قبل كده في فيديو. لو بقى مفرزه مانجا يعني ما عندكيش مكعبات خالص، برضو عملتها معاكم وكانت طريقتها سهله وبسيطه قوي. بجيب بقى شويه كده من الشربات او السيرب وابدا ان انا المع بيه كده مكعبات المانجا، وبحطها في التلاجة. طبعا هي بتتاكل ساقعه بتبقى حلوه قوي. وما تنسيش طبعا تغطيها بالاسترتش علشان ما تاخدش اي حاجه، يعني اي روايح في التلاجة. بتسيبيها بقى شويه في التلاجة كده لحد ما تسقع، وده كده بيكون شكلها النهائي. بتبداي بقى تقدمي منها، وزي ما قلتلك ممكن تعمليها في اطباق على قد الفرد او في كوبايات، وتعمليها ممكن طبقات. برضو بتبقى حلوة جدا وشكلها بيبقى حلو، وفي نفس الوقت طعمها بيبقى حلو وسهل وسريع. حتى لو عندك ضيوف او حاجة تقدري ان انتي تقدمها لهم. وطبعا مين فينا ما بيحبش المانجا. اتمنى ان الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتك الوصفة اعملي لايك واشتراك للقناة وفعلي الجرس على كلمة الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.